الدكتور تيجاني يفتري على الأزهر الشريف. خليني أكمل حاجة بس. نستشير أصحابك أنت وأبو الزهراء، نستشير إذا كان معناش ما نستشير مكتب السيد علي خامنئي. أيوة أحسنت. معناش نستشير علماء قم. أنا جبت فتاوى من علماء الأزهر أنهم يقولون الشيعة إخوتنا ومسلمين. لا إحنا عايزين نستشير دلوقتي، إحنا جيلنا ما كل أكثر من هذا. كلهم لها ما كسبت. والكويتيين والبحرينيين والخليجيين يتزوجوا من بعضهم، والشيعة يقولوا أكلهم حلال وذبائحهم حلال ويزوجوا فيهم زواجات. كل شيء نفرق بين الوهابية والسلفية وبين السنة. والرجل يكذب على الأزهر الشريف ويسمي علماء الأزهر بأنه معهم، مع علما أني أتيت بفتوى من علماء الأزهر هنا وأريت من مفتي الأزهر أنه ينتقدهم ويكفرهم في قولهم تحريف القرآن، ولكنهم يكذبون ثم يكذبون ثم يكذبون ولا يستحيون من الكذب لأن الكذب عن دينهم، ثم للمزيد من الغي يتهموننا نحن أهل السنة بالكذب. وسؤالي: لماذا في تاريخنا وفي واقع